نطق مع إرادة إلهية لإتمام الخلق. وإذ رأى الله أن شر البشر المفرط يتزايد شيئا فشيئا حتى صاروا تحت سلطان الموت لبعدهم عن الله مصدر الحياة، استدعت الضرورة علاجه، لأن الإنسان كان منحدرا إلى الفساد والهلاك. وفي الوقت نفسه لم يكن ممكنا لله أن يتراجع عن حكمه على الإنسان بالموت إن أخطأ، لأن التراجع سيبين بأن طبيعة الله غير ثابتة، كما أن عدم الاهتمام يظهر أن الله وكأنه ليس صالحا، فكان لابد أن يتدخل الله ليس فقط بسبب صلاحه بل بسبب مسؤوليته عن رعاية خليقته. لم يكن للبشر ولا للملائكة القدرة على تجديد خلق الإنسان على مثال صورة الله من جديد، لأن الإنسان هو مجرد مخلوق على مثال تلك الصورة، صورة الله وليس الصورة نفسها. أيضا في أماكن كثيرة من كتبهم في العهد القديم، وإذا فحصوا وفتشوا الكتب كما يعلمنا القديس يوحنا في الإصحاح 5: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة وهي تشهد لي، فليذكروا أي ملك حكم قبل ولادته، وقد وضعت كل الأمم رجاءها عليه فأعطاها سلاما بدلا من العداوة. ومن بين الذين سجلت سيرتهم في الكتب قد ثقبت يداه ورجلاه نطق مع إرادة إلهية لإتمام الخلق. وإذ رأى الله أن شر البشر المفرط يتزايد شيئا فشيئا حتى صاروا تحت سلطان الموت لبعدهم عن الله مصدر الحياة، استدعت الضرورة علاجه، لأن الإنسان كان منحدرا إلى الفساد والهلاك. وفي الوقت نفسه لم يكن ممكنا لله أن يتراجع عن حكمه على الإنسان بالموت إن أخطأ، لأن التراجع سيبين بأن طبيعة الله غير ثابتة، كما أن عدم الاهتمام يظهر أن الله وكأنه ليس صالحا، فكان لابد أن يتدخل الله ليس فقط بسبب صلاحه بل بسبب مسؤوليته عن رعاية خليقته.